السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم جناوح ديال الدجاج اللي راه عندي الوصفه ديال الفران. مشرموله ديالو كتكون فيها العطريه ديال الدجاج. اما بالنسبه لهادو اللي غادي نفورهم، اللي غادي نحتاجوا لهم في العطريه، انا غادي نديرها لكم مباشره من القراعي نيشان، ما نحطش الطباصل. غادي نشرملهم دابا قدامكم. اللي غادي نفوروهم، اول حاجه غادي نبداو بها ناخذوا الفلفله الحمراء، صافي هاد القياس ديال الفلفله الحمراء. غادي نديرو ليه بزار، غادي نديرو سكينجبير، ديما سكينجبير تكثروه في الدجاج لان باش كيعطي واحد النسمه زوينه. غادي نديرو شي شويه ديال السودانيه ولا الحار. غادي نضيفو الملحه، القياس اللي غادي تدردر فيه داكشي. من بعد غادي ناخذوا دروس ديال الثومه، غادي نقبضها، غادي نمعسها، اولا الثومه غبره اللي عندكم متوفر. غادي نضيف الخل الابيض، ولا ما عندكمش ديروا الحامض. هاد الخل علاش كنديرو؟ باش كيفتي اللحم ديال الدجاج. غادي ناخذ واحد الربع ديال الليمونه مصيره، غادي نزولوا لها الزريعه ديالها وغادي نقبطوها وغادي نبركو عليها هكذا بهذه الطريقه باش غادي تطلق لنا داك الجهد ديالها. صافي غادي نجيب القزبور ومعدنوس. القزبور ومعدنوس عندي في المجمد، وحتى طري الا بغيتو ديروه راني وريتكم كيفاش كندير نصوب المعدنوس والقزبور. غادي نضيف شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبور، غادي نردوهم مباشره، ما نبقاوش نخليو هادو قدامنا باش ما يكحلوش. غادي نجيب الزيت، غادي نخوي القياس ديال الزيت فين غادي يطيبوا. غادي نخلط كلشي، هذه شرموله بلديه. صافي غادي نقبض داك الدجاج، غادي نرميه كله هنا. اللي بغيتو جناوح، بغيتو رجيلات ديال الدجاج، اللي بغيتو فخاد، على حسب اللي بغيتو نتوما. وديروا الكميه اللي غادي تكفيكم في شرموله. عندكم سواء بزاف ولا شويه. هادو غادي نخليهم يرقدوا. بغيتو تصوبوهم بالليل ويبقاو لكم هكذاك، بغيتو تصوبوهم ديك الساعات كيمكن حتى هو. بغيتو تخليهم هين الساعه يشربوا هاد لاصوص هذا تيمكن لهم. هي انما كاينه حاجه وحده باش كتدخل لكم هاد لاصوص هادي في الدجاج. دابا كنحسوا بها انها هامادو تشرملو مزيان. هذاك الليمون غادي نقبطوا العويدات الخشب اللي كنكونوا ولا قطيبه الحديد ديال الشوا، وغادي نتكوهم كلهم هكذا بهذه الطريقه هكا باش كلهم غادي وصلنا ليهم شرموله من الداخل. يعني كتدخل في وسط منهم ديك العويد، راه العود كيوصل حتى لتحت، يعني راهم كلهم كيتقبوا، ما تخليو حتى بلاصه.
بالنسبه هو هذاك القياس، ما بغيتش نزيدو حتى شي حاجه، ما درت فيه لا كيتشوب لا حتى شي حاجه. كي قلت لكم هذه شرموله بلديه. دابا غادي نقبض، عندي نغسل يدي. غادي ناخذ الطاوه اللي غادي تفور فيها، وما غاديش نسدو عليهم، ما بغيناش نسدو عليهم باش ما يهراوناش، خصنا بغينا يطيبوا هما واقفين. غادي نقبطوا هاد الدجاج، نكحزوه اللور. غادي نقبطوا هاد الكوكوط هادي اللي عندي اولا الطنجره هكذا. غادي نضيفوا فيها واحد الزلافه لداخل، عمرتها بالقياس ديال الماء، وغادي ندير فيها هكا زلافه. وغادي نقبط هاد الشبكه ديال الدجاج اللي غادي نضيفها هنا في الوسط. من بعد باش حنا بغينا دائما كنعطيكم اسرار ديال هاد الشيء، باش ما تعناش شرموله، غادي نقبطو، غادي ندخلوها هنايا لداخل. غادي نقبطو ديك العويد نيت اللي تقبنا به، وغادي نحاولوا اننا نثقبوا هذا الشيء هكا. هذا كيعاون باش دغيا الدجاج ديالنا كيطيب لنا، ولا اي حاجه درتوها في الكسكات كتطيب دغيا بالزربه، يعني كيحميه داك السخونيه ما كتمشيش من الجناب، وحتى العطريه ما كتمشيش كلها مع الماء اللي غادي نفورو به. كنقبطوه نستفوا الدجاج، يعني الدجاج ملي تبغيو تستفوه في هذا حلوه هكذا. ما الا تفور هو مجموع غيبقى هكذا مجموع. اللهم اننا غادي نفوروه هو هكذا، واخا تجي وحده فوق وحده ما كيهمش. ونخليوه يرتاح واحد نص ساعه ولا ساعه، ونردوه يتفور. ما نشدوش عليه. الا كنتو زربانين شدوا عليه، كنتو بغيتوه يطيب لذيذ وفيه العطريه باينه، غادي خصو يطيب على الخاطر ماشي بزروب. انا هاد الدجاج هذا غادي نقليه، ما غاديش نحمره في الفران. واللي بغات ديرو في الفران تقدر ديرو في الفران. يعني هاد السؤال غادي يتطرح عليا، غادي يقولوا لي واش نقدروا نديروه في الفران. تديروه في الفران، تقدروا ديروه كاع هكذا في الفران يطيب. تقدروا حتى يطيب عاد تدخلوه دهنوه شي شويه بالزيت وتخليوه صافي هكا. كنخليوه وكنغطيو الطنجره فاش كنحتاجوها، كنشعلوا عليها البوطه ونخليوها حتى كطيب مده واحد الساعه كاع، اما حراره مجهده ولا حراره عاديه. وتقلبوا بالموس نتوما ديالكم واش طاب الدجاج ولا ما طابش. منين طاب غادي تهزوه، غادي تخليوه في ديك الشبكه ديالو تهزوه، غادي ينشف. منين ينشف غادي نوجدوا ديك الساعات المقله اللي غادي نقليوه فيها. دابا غنخليه وحتى نتلاقاو بعد ما غادي تفور ليا ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما تفور لي كي قلت لكم مده ساعه، هانتوما تيطيب مزيان هكا محلول. دابا غادي نقبطو، غادي نستفو في الشبكه ديال الفريتوز. اما تقليوه في فريتوز، اما تقليوه في مقله عاديه. بغيتو ديروا له البيض ولا شابلور تقدروا ديروه له. بغيتو تقليوه هكاك مباشره، انا كنقلي غير هكا تيجيني مزيان، كتكون العطريه فيه مازال مزيانه ما تنغطيش. مره اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم كينتاكي، غادي نصوب لكم بالطريقه ديال لا شابلور. داك الساعات غادي عاد نديروا الطريقه ديالو بوحدو. ما هذا اللي بلدي نقليوه بلدي يبقى دائما بلدي. دابا غادي نقليه ونرجع باش نقدمه لكم مع الشكل النهائي ديالو. كنستفو ما كنستفوش شي فوق شي، كنستفو غير طلقه وحده، يعني باش ما يتحمروا لنا مزيان. وهاد الدجاج هذا ولا هاد الجناوح غادي نرافقهم مع هاد الرز. هاد الرز اللي ما قدمته لكمش ان شاء الله غادي نديرو لكم بوحدو، ولا لا بغيتو جميع اشكال ديال الرز راه عندي في القناه متوفره على جميع الاشكال. الخضر متنوعه. هذا دايره فيه البوارو، دايره فيه البصله والثومه، وهكذا كيجي بهذه الطريقه. وغادي نرافقوا معاه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما كنقليه. هانتوما كي كتشوفوا كيف كيجي بحال اللي محمر في الفران.
وما كيجيش ميدم باش ما تخلعوش من الزيت اصحاب الرجيم. هذا الرز اللي صوبت، وهذه الشلاضه، وهكذا عاد غادي نوصل وعاد غادي نفرق، وما بغيتش ندير الطباصل دابا، المهم حتى نحط. المهم هذا راه ماشي الدجاج كله، انا غير حطيت لكم باش تشوفوا مازال عندي. المهم كنتمنى يعجبكم هذه الطريقه هذه، وبالصحه والراحه، وما كرهتكمش تذوقوه، وغادي تجربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم. كيجي لذيذ لذيذ، وصحاب هولندا تيجي ليكر ليكر ليكر. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.